تعالوا النهاردة نعمل فطار مع بعض بكوباية دقيق وبكيلو حليب. وصفة سهلة وسريعة، ما بتاخدش وقت خالص، ومغذية كمان، ومن الوصفات أو الأكلات الشتوية اللي بتدفي. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله، وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. علشان نعمل الوصفة بتاعتنا أنا عندي هنا نص كوباية من المية، طبعا مية فترة من الحنفية عادي. نزلت عليها بنص معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، وبدأت أدوب الملح بالطريقة دي في المية. طبعا أنا ما نزلتش من نص كوباية المية كلها، أنا نزلت بتلت كوباية من المية. نزلت عليهم بكوباية من الدقيق، وبدأت أعجن العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. تلت كوباية المية لمت معايا كوباية الدقيق بالطريقة دي، وادتني العجينة اللي انا محتاجاها. ببدأ طبعا اعجن العجينة كويس قوي زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة تعجني عجينتك لحد لما تبقى طرية تحت ايدك وملسة. كل وصفات المعجنات اللي نزلتها لكم قلت لكم اهم حاجة انك تدي العجينة حقها في العجن. نزلت لكم وصفات حلويات ومعجنات واكلات، نزلت وصفات كتيرة جدا. هنا كانت العجينة معايا اتعجنت زي ما انتوا شايفين العجينة معايا مظبوطة. يبقى كوباية من الدقيق اخدت تلت كوباية من المية. العجينة كده معايا ممتازة، شايفين؟ طرية، ولا هي طرية قوي برضو ولا هي جامدة قوي. يبقى احنا اخدنا تلت كوباية من المية على كوباية الدقيق. هنا عندي كيلو من اللبن او الحليب، رفعته على البوتاجاز في حلة، وعلى طول جينا بالعجينة بتاعتنا، هي ولا فيها خميرة ولا بيكنج باودر. احنا بنشتغل على طول. الفيديو المدة بتاعته 8 دقايق، وفعلا هي الوصفة بالظبط اخدت معايا 8 دقايق، ما اخدتش اكتر من كده. ببدأ بالطريقة دي أفرد العجينة، وأهم حاجة في فرد العجينة إن يكون تحتها دقيق وفوقيها دقيق، كمية حلوة قوي. ببدأ أفرد بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بفرد العجينة الأول، وبعد كده ببدأ أخد بقى إيه من النص لبره من النص لبره، لحد لما العجينة معايا بتفرد تماما وبتبقى رقيقة. أي فرادة عندك افردي بيها عادي. بس وصفتنا النهاردة اقسم بالله طعمها جميل جدا، من الاكلات اللي لو عملتها كل يوم للاولاد ما بيزهقوش منها من كتر طعمتها وحلاوتها. مقاديرها مظبوطة، واعمليها وجربيها وانا متأكدة انك هتعتمديها. الوصفة دي اكلة شتوية بتتعمل في الصعيد، ده الفطار بتاعهم. يعني حاجة جميلة جدا من الاكلات الصعيدية للفطار طبعا. ببدأ افردها كويس قوي زي ما انتوا شايفين. نزلت بحبة دقيق حلوين قوي، وبدأت افرد تاني العجينة بتاعتنا. بصوا كمية الدقيق اللي فيها. ببدأ اشيل العجينة بتاعتنا بالطريقة دي، وابدأ ارش كمية حلوة قوي من الدقيق من تحت. شايفين العجينة معايا ممتازة، عجينتها ممتازة. وارجع انزل تاني بالفطيرة بتاعتنا بعد ما فردناها بالطريقة دي، وباجي انزل عليها كمان بحبة من الدقيق. وبعد كده طبعا بنجيب الفرادة اللي احنا فردنا بيها، ببدأ احطها اي عصاية عندك فردت بيها. بصوا ده سمك العجينة طبعا. ببدأ احط العصاية كده. اهم حاجة تطلعي حرف العصاية لبره، عشان لما بعد ما تلف العجينة تعرفي تسحبيها. بصوا. واهم حاجة تحط كمية دقيق حلوة قوي من جوه لما تيجي تلف العجينة بالطريقة دي، عشان ما تعجنش وتمسك في بعضيها معاكي. بعد ما بلفها رول بالطريقة دي، ببدأ على طول اسحب العصاية بتاعتنا من جوه العجينة، وباجي كده على العجينة. شايفين؟ بحط عليها حبة دقيق كمان من فوق، وببدأ ألفها بالطريقة دي، وبالسكين ببدأ أقطعها بسمك رقيق أو رفيع قوي. بصوا، على قد ما تقدري صغري التقطيعة بتاعتك. امشي بنفس الطريقة وبنفس المقادير، وانت هتطلعي احلى افطار لاولادك. هتجهزيه بسرعة الصاروخ كمان. زي ما انتوا شايفين بقطعها كلها، حاطه صوابعي بالطريقة دي محددة بيها، برجع لورا وبقطع بالسكين على طول لحد لما بخلص طبعا الفطيرة بتاعتنا. يبقى افطارنا النهاردة كان بكوباية دقيق وبكيلو من الحليب.
باجي كده عليها ابدا ارش رشه من الدقيق عليها، وابدا اشيلها كده وافكفكها من بعضيها، عشان اللفه اللي احنا كنا لفينها لها تبدا تفك معايا بالطريقه دي. شايفين هي شكلها عامل زي المكرونه الاسباجيتي، بس دي سميكه شويه. بصوا معايا العجينه. باجي هنا على طبق ارش رشه من الدقيق، وارش على العجينه بتاعتنا رشه من الدقيق، وابدا اشيلها كده واحطها في الطبق، لانه اللبن معايا كان خلاص غلي زي ما انتوا شايفين. وبنرش برضو الدقيق اللي كان على الرخامه عليها. هنا اللبن معايا غلي. المفروض في المرحله دي كنت نزلت معلقه صغيره من الملح، بس انا نسيت. ببدأ انزل كده بالعجينة. اهم حاجة تنفضيها من الدقيق وتبدأي توزعيها كده في الحلة، عشان لو نزلتيها على بعضيها هتبدأ تتكتل وتبقى عبارة عن كتلة من العجين. وعلى طول ببدأ انزل حبة من العجينة بتاعتنا، وببدأ كده بأي عصاية او اي معلقة ابدأ افكفكها من بعض على نار عالية طبعا، عشان زي ما انتوا شايفين تبقى بالطريقة دي معايا، ما تبقاش كتلة عجين وتمسك في بعضيها. برجع طبعا انزل باقي الكمية اللي معايا، وده كله طبعا على نار عالية، وبالعصاية اللي في ايدي او المعلقة بتبدأي برضو تفكيها. زي ما بقول لكم انا نزلت هنا على كيلو الحليب معلقة صغيرة من الملح، زي ما انتوا شفتوها معلقة صغيرة ممسوحة. المعلقة دي المفروض تنزليها على الحليب، وبعد كده تبدأي تنزلي العجينة بتاعتنا. بس هي طعمها مظبوط وممتازة. اهم حاجة ما تنسيش المعلقة الصغيرة بتاعة الملح للحليب، عشان هي دي اللي بتظبط معاك الطعم. طبعا انا سبتهم كده على نار عالية، ومن وقت للتاني ببدأ اقلبها. سبتها بالظبط على النار، اخدت معايا 5 دقايق وكانت مستوية وطعمها جميل جدا. بجد اتمنى تجربوا الوصفة وتقولولي على رأيكم فيها. بجد لو عجبتكم الوصفة مستنية تعملوا لها لايك حلو وتشيروها لأكبر عدد من أصدقائكم. طبعا أنا دقت الملح بتاع الحليب مظبوط، طعمها مظبوط جدا، طعمها جميل قوي قوي. لما تجربوا الوصفة هتتأكدوا من كتر جمالها. أنا بقول لكم إن هي أخدت معايا 5 دقايق بالظبط على نار عالية. تعالوا بقى شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوة. شوفوا الأكلة بتاعتنا النهاردة، حاجة كده بتدفي، بتتاكل سخنة طبعا، ما بتتاكلش باردة. في ناس بتفضل ان هي تاكلها باردة، بس هي الاساسي بتاعها بتتاكل سخنة، بتدفي الجسم، بتخلي الجسم يسخن بطريقة غير طبيعية. سبحان الله. طبعا هي بتتاكل بالمعلقة. شايفين انا بوريكم هنا ان هي مش متكتلة او معجنة معايا، لا مظبوطة، والعجينة واحدة بواحدة زي ما انتوا شايفين. هي بتتاكل طبعا بالمعلقة وبتتاكل سخنة. هي اكلة شتوية طعمها جميل جدا. اتمنى بجد تجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. طبعا الطبق ده كبير جدا، ما هواش صغير وغويط. بس كده، فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله.